كلنا طلعنا شكرنا في اللعيبه بدون استثناء، كلنا بدون استثناء طلعنا نشكر في اللعيبه ومدى اهميه اللعيبه ورجوليه اللعيبه النهارده كانت في الملعب كانت عامله ازاي، وقد ايه ان هم كانوا رجاله وتعبوا في الملعب ال 100 دقيقه وقتلوا في الملعب واستموتوا على الكوره وعملوا كل حاجه في الكوره ما عدا محمد هاني برضو. بس كلنا نسينا الكابتن حسام حسن. ما حدش فينا الى الان، انا ما شفتش اعلامي الى الان نزل بوست واحد تهنئه لكابتن حسام حسن، اللي هو تقريبا كان بنسبه 80% او 90% الكل كان بيطلع ينتقد كابتن حسام حسن. وابتدي بنفسي انا اولي، وانا بطلع اول واحد طلعت في بدايه الماتش الماتش اللي فات بتاع انا طلعت قلت لا، انا غلطان. في فرق من ان انت تكون مدرب وان انت اخرك او بتحاول تكون صانع محتوى. في فرق يا باشا ما بيني وما بينك، ما بيني وما بين الراجل ده. انا في الاخر بطلع اتكلم من ورا الكاميرا ورا التليفون، انما هو في وسط المعمعه. النهارده الراجل ده دار 90 دقيقة اللي هم الشوطين كاملين غير الوقت بدل ضايع. بيرفكت، بيرفكتو، بيرفكتو. ومفيش بني ادم ولا مخلوق طلع يتكلم عليه. محدش طلع النهارده قال لك حتى يعني ايه عاش، احسن، اللي جاي افضل، انت النهارده ادرت الماتش صح، انت النهارده عملت صح. والمصحف فيه صانع محتوى طلع قال لك حتى التعليق كله كذب. والله طلع قال مثلا كده حتى التعليق بقى كله كذب. هو فين الرجوله اللي في الملعب واللعيبه لعبت في ايه؟ انت متخيل كم القذاره والتدني وصل لانهي مرحله؟ اللي هو لا احنا لازم نطلع نبين ان احنا مختلفين باي طريقه. لا يا صاحبي، انا اسمي يوسف بس جدي ال 18 كان جزائري، لازم اطلع ابين ان انا مختلف. ازاي ما بقاش مختلف يا عم؟ انت عايزهم ياكلوا وشي؟ لازم ابان ان انا الوقت اشوف انت بلاش مختلف، اشوف الموجه ماشيه على ايه ويلا. لكن انت فعلا يبقى ليك راي؟ لا. عاش كابتن حسام حسن، عاش اللعيبه كلها بدون استثناء ما عدا محمد هاني. انا بالنسبه لي جدا الموضوع بالنسبه لي كان فيه تهور، ده ممكن يضيع شقه لعيبه كامله وما كناش نقدر النهارده. ان كان دخل فينا هدف واتنين ما كناش نقدر نعوض بسبب ان احنا بنلعب نقص عددي ب 10 لعيبه. وكان باين قوي ان كان في اخطاء تحكيميه اصلا، بغض النظر له ما له عليه ما عليه. انا باجي اقول لك في اخطاء تحكيميه وما فيش اخطاء تحكيميه. يعني الحكم كان 50 50، ما كانش اللي هو بيرفكت، ما كانش واو وما كانش في الاخر ان هو له لا، هو كان 50 50 زي ما بيقولوا. عاش جدا كابتن حسام حسن، مبروك الفوز لمصر، مبروك الفوز لاي بني ادم نظيف وسوي نفسيا من جوه، مبروك لاي صانع محتوى بيتعامل بمبدا نظافه ونزاهه وشرف. بس وصلت معايا المرحله دي، تنساش لايك كومنت فولو.